السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله اليوم 36 معانا في دورة فراخ رمضان. طبعا اول حاجة انا بعتذر على المنظر لان فعلا بجد مش لاقية برضو نشارة، فان شاء الله ضروري بس الاقي نشارة لان دايخين عليها، لان كل التجار او كل المزارع الكبيرة بتبتدي تسحب النشارة من السوق لان ده الموسم بتاعهم، فصعب قوي ان انا الاقي نشارة او ان هم يدوني كمية قليلة علشان العدد القليل اللي عندي. فنسمي الله، والنهارده ان شاء الله هنعمل الخلطه مع بعض اللي قلت لكم عليها. هي هتبقى عباره يا حبايبي عن 2 كيلو علف، طبعا الخلطه دي هتقعد معانا كذا يوم. هنحط عليها كيلو فول مدشوش او حته فول او جرش فول زي ما يكون عندكم، ده بيبقى شكله حبايبي. تمام، هنحط كيلو. وهنحط كمان كيلو ذره مدشوشه، يبقى كده احنا حطينا 2 كيلو. ده شكل الذره المدشوشه. ما تجيبوهاش ناعمه يا جماعه عشان هما دول كبار. هنبتدي نقلب كل الكميه كده مع بعضيها. ايه فايدة بقى الفول المدشوش؟ الفول المدشوش يا حبايبي بيخلي اللحم الطائر معانا احمر، وبيدي كمان معانا وزن. وبالنسبة للذرة المدشوشة ان هي ما بتخليش في دهون في الطائر، يعني بتخلي الطائر معانا يرمي وزن وكل حاجة، بس طبعا ما ينفعش ندي ذرة مدشوشة لوحديها. ما بتخليش فيه دهون في جسمه. طبعا مش هنقطع العلف، الخلطة دي لازم يبقى عليها علف برضو علشان ما نبقاش بنأذي الطائر. هبتدي انا عامله لهم العلافه هنا اهي وهحطها. حبايبي انا مليت العلافه اهو، هبتدي احطها لهم معاكم. اللهم بارك. بصوا حبايبي، هما بياكلوها، مش ما بياكلوهاش، هما بياكلوا حته الفول وبياكلوا الذره المدشوشه. وده مش اول مره ان انا اخلط كده لفراخي في الاواخر. طيب في حاجه حبايبي، دلوقتي لو احنا هنذبح على ال40 يوم ممنوع منعا باتا ان احنا نحط اي ادويه في الفتره دي. ممنوع خالص ان احنا نحطها للفراخ. يعني لو بتحطوا اي ادويه، طبعا احنا من اول الدوره الحمد لله اللهم لك الحمد محطيناش اي ادويه. لو بتحطوا اي ادويه نمنعها قبل الذبح باسبوع. وده كان الفيديو بتاعنا معانا يا حبايبي، وطبعا اسفه تاني على المنظر. فلو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد.